بون سالفا توتي. النهارده قررنا نعمل زي سيري ديفيرسه اللي هي ازاي اتعلمنا المودو دي ديره، وهنسميها سنسا فانتازيا مودو دي ديره او اسبريسيونه، الحاجات اللي بتتقال اكتر او الحاجات اللي بتستخدم اكتر. ازاي اقدر اعمل او اتكلم زي الطلاينه بالظبط، استخدم الاسبريسيوني جوستا nel momento giusto. طبعا هنشوف مع بعض الحاجات، هنعمل حلقات معينه، هنلاقي الحلقه مش كبيره قوي، ممكن اول حلقه طويله شويه بس عشان نفهم احنا بنتكلم في ايه. دي حلقات هتنزل زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نبتدي نعمل في القناه حلقات مختلفه او سيريا مختلفه. اول حاجه عملنا ليفيلو A1 وبنكمله، هتلاقي اللينك فوق دلوقتي. بعد كده عملنا سيريا تانية اسمها كوميديرلو ان ايطاليانو، ازاي نقوله بالايطالي، وعملناها. دلوقتي هنعمل زي مودو دي ديرة، ازاي بنتكلم، ازاي بنقول، في بعض اسبريسيون بنسمعها دي معناها ايه. تمام، خلينا نبتدي مع بعضينا ويلا بينا. Ben ritrovati eccoci qua di nuovo. النهارده عايزين نتكلم مع بعضينا على اول حلقه من السيريا مودو دي ديرة، وهنتكلم اول حاجه نقول لما اقول لك ايه andare a ruba. andare a ruba يعني ايه؟ andare a ruba يعني quando un prodotto viene richiesto molto او مطلوب كتير، الحاجات بتتخطف، يعني بالعربي الحاجه دي بتتخطف من هنا. andare a ruba. andare a ruba طبعا خلينا متفقين اي فعل في المصدر انا بقوله بيتصرف على الشيء او بيتصرف على الاشياء. طبعا una cosa va a ruba، delle cose vanno a ruba. vanno a ruba يعني بيتخطفوا، بيتاخدوا اخد. فدي لما اقول لك حد queste cose vanno a ruba يعني vanno molto. vanno molto يعني بيستخدموا كتير قوي. دي اول حاجه. لما حد يكون بيشرب كتير يقول لك bere come una spugna. bere come una spugna، بيشرب زي السفنجه. bere come una spugna. bere come una spugna quando una persona beve moltissimo e بقول لك انت بتشرب كتير قوي، ما beve una spugna. زي في حاجه تانية في الايطالي بيقول لك fuma come un turco. fumare come un turco، بيشرب زي الاتراك او بيدخن زي الاتراك، بيدخن سجاير زي الاتراك. quindi bere come una spugna يعني واحد بيشرب جامد. او لما اقول لحد بيدخن كتير fuma come un turco. fuma come un turco. نعرف لما ريقك بيجري الحاجه، لما يقول لك انا ريقي جري الحاجه او انا حاسس بطعم الحاجه في بقي، avere l'acquolina in bocca. avere l'acquolina in bocca يعني حاسس بطعم الحاجه في بقي، ريقي جري يعني، فاهم؟ avere l'acquolina in bocca o l'acquolina in bocca يعني خلاص قول عندي الطعم ده في بقي. يعني quando desidera mangiare una cosa، quando hai voglia di mangiare qualcosa dici ho l'acquolina in bocca. o l'acquolina in bocca يعني حاجه في بقي، الطعم جاي في بقي، جاي ريقي جري زي ما بنقول يعني. لما اقول لحد انت بتكبر الحاجه قوي، يعني بتعمم الحاجه، عارف بياخد كله في الرجلين، العاطل مع الباطل، حاجه كده مش فاكر اسمها بالعربي قوي. يقول لك فاري دوني اربا ونفاشو. فاري دوني اربا ونفاشو معناها ان انا بمسك زي واحد بياخد كل الزرع ويعملوا حزمه واحده. اوكي، اربا اللي هي الزرع، الفاشو اللي هي الحزمه. فاري ديوني اربا ونفاشو يعني كل الاربا بتاخدهم دي كده كلهم واحد. زي ما تقول مثلا جيت عند الشغل اللي عندك وقلتهم كلهم وحشين او كلهم مش عارف ايه او كلهم ايه، فنون بوي فاري ديوني اربا ونفاشو يعني ما تعممش الحاجه وما بتاخدش الحلو مع الوحش. يعني يقول لك نون ديستينجوري ترا البونو ايه الكاتيفو، ما بتقدرش تميز بين الطيب او الكويس والوحش. لما اقول لحد يعني حلو قوي عليك، متفصله عليك،
خلينا كده. كالساري ابانيلو. كالساري ابانيلو جايه من بانيلو اللي هي الرسمه او الفرشه. فكالساري ابانيلو، كالساري ابانيلو يعني una cosa ti sta benissimo، ti sta benissimo. طبعا دي حاجه بتدخلنا في حاجه تانية لما نقول una cosa mi sta bene come mi sta questa camicia. الكاميتشا دي عامله ايه عليا؟ stare a me come mi sta. عارفين mi piace ti piace هي بس verbo stare. come mi sta come mi sta questa camicia. يقول لك ti calza يعني ايه ti calza؟ بتلبسها عليك a pennello. a pennello يعني بالفرشه. خلاص كده وقفنا لغايه كده النهارده اول حلقه من عندنا، يا رب تكون عجبتكم. نشوف حلقات تانية، تابعوا معانا، هنعمل حلقات تانية كتيرة هنتعلم فيها حاجات كتيرة، ازاي نتكلم وازاي نقول حاجات مختلفة. aspettateci alla prossima volta، arrivederci.